السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على لاعب المنتخب المغربي أمين حريث اللي تعرض لإصابة قوية في الركبة واضطر لمغادرة ملعب مباراة مارسيليا ضد موناكو. تعرض اللاعب الدولي المغربي أمين حريث لإصابة قوية في الركبة اضطر على إثرها لمغادرة ملعب مباراة فريق أولمبيك مارسيليا ضد موناكو. وجاءت إصابة حريث في الدقيقة 61 بعد تدخل قوي من لاعب موناكو أليكس ديساسي. وأظهرت الصورة التلفزيونية أن حارث تعرض لإصابة قوية في الركبة، ما استدعى تدخل طاقم طبي وإخراجه من الملعب على ناقلة طبية. وازداد قلق المشجعين المغاربة ومناصري أولمبيك مارسيليا على حارث بالنظر إلى ردة فعل زملائه ولاعبي موناكو بعد اقترابه من اللاعب المصاب، والذي تألم بشدة من الإصابة التي تهدده بالغياب طويلا عن الملاعب وأيضا عن كأس العالم في قطر.